السيد الرئيس، أستاذ فيصل، الآن أنتم عن مباشر، يمكن لكم تبدأوا. مرحبا أستاذ المحفوظي، شكرا جزيلا لكم على الاستضافة، والشكر موصول أيضا للأستاذ فيصل الكرمات على المشاركة في هذا الحلقة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمين على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. الحضور الكريم، متتبعي سلسلة معهم حيث هم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، سعيد بالتواجد معكم، وأود في البداية ولأن المناسبة شرط كما يقال أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للمكتب المركزي لودادية موظفي العدل في شخص السيد رئيس الودادية الفاضل الأستاذ عبد الصادق السعيدي، وكل أعضاء المكتب المركزي، وكذلك للساهرين على تنظيم هذه السلسلة من الحلقات الفكرية النيرة، وأخص بالذكر الفاضل الأستاذ أحمد محفوظي على هذه الدعوة الكريمة للمشاركة في هذه السلسلة العلمية المباركة. وهذا ليس بغريب عن جمعية ودادية موظفي العدل التي تربطني بها علاقات وطيدة منذ أن كنت رئيسا للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالعيون أو بأكادير. ويسعدني أيضا ويشرفني أن يكون رفيقي في هذه الحلقة واحد من خيرة شباب كتابة الضبط ومؤسسة كتابة الضبط، ألا وهو الأستاذ الفاضل فيصل قرمات. أستاذ فيصل قرمات حاصل على الإجازة في القانون الخاص، حاصل على ماستر المنازعات والمهن القانونية، وباحث في شركة الدكتوراه بميزور، حاصل على أهلية لمزاولة المحاماة، رئيس المركز الوطني للدراسات القانونية والحقوقية، مستشار بمركز سوسماسة للدراسات القانونية والاجتماعية، رئيس اللجنة العلمية لموظفي العدل بإمتنوت، نائب رئيس فريق شباب القليعة لكرة القدم، له أيضا اهتمامات شعرية وأدبية، شاب طموح فاعل جمعوي في عدد من الجمعيات، إطار تربوي سابق، كما أنه شغوف بتنظيم الندوات واللقاءات العلمية. وشخصيا كان أول لقاء لي به قبل أزمة جائحة كورونا التي نسأل الله أن يزيلها عنا وأن يرفعها عنا هذا البلاء وعلى الأمة الإسلامية جمعاء. أقول كان أول لقاء به في ندوة يمين تانوت التي موسومة بعنوان العقار والتنمية، وأيضا أشرف على العديد من الأنشطة الثقافية، كما أنه يهتم كما أشرت اهتمامات كروية ورياضية، اهتمامات شعرية وأدبية. وتبارك الله السي فيصل راه من الشباب الواعد والذي يعطي ويعطي الكثير. ليس غريبا عن أن نستضيفك الأستاذ فيصل كرمات داخل الودادية، داخل بيتكم، فهذا بيتنا جميعا، ففيكم ينطبق قول الشاعر: يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. فأنا تحولت الآن إلى رب المنزل، وتحولت أنت إلى ضيف عزيز كريم علينا في هذا البرنامج الشيق الذي تتبعت سلسلته السابقة. موضوعنا اليوم يتعلق بمؤلفكم مؤسسة الصلح الزجري كبديل من بدائل الدعوى العمومية في قانون المسطرة الجنائية. دراسة نقدية ومقارنة. فهذا الموضوع أو هذا الكتاب المؤلف الذي صدر
بشراكة بينكم وبين الدكتور الفاضل إدريس الشبلي، المستشار بمحكمة الاستئناف بالعيون ونائب وكيل الملك وأستاذ زائر بكلية الحقوق بابن الزهر، والذي كان لي شرف تقديمه لهذا المؤلف الثمين والقيم. ببدء مؤسسة الصلح الزجري كبديل من بدائل الدعوة العمومية. هذا العنوان يشير إلى أن هناك إشكال في الدعوة العمومية، أو بعبارة أخرى أن الدعوة العمومية في شكلها الكلاسيكي لم تعد تفي بمتطلباتها في تحقيق عدالة ناجعة وفعالة وسريعة كما يريدها صاحب الجلالة لرعاياه، وكما تطالب بها الجمعيات الحقوقية، وكما توصي بها الاتفاقيات والتوصيات الدولية. الدعوة العمومية الحالية تعتمد على ما تعتمد عليه في عقوباتها أساساً على العقوبة السالبة للحرية. حينما نتحدث عن الدعوة العمومية فهي ترتبط دائما بدور النيابة العامة في المتابعة والتتبع وأيضا والمحاكمة، ما بعد المتابعة ثم المحاكمة ثم تنفيذ العقوبة. فالعقوبة السالبة للحرية كانت هي السمة المميزة للدعوة العمومية، أو كانت هي الحل الوحيد إضافة إلى الغرامة بطبيعة الحال من أجل تنفيذ العقوبة الزجرية بصفة عامة. العقوبة كانت ترتبط بمفهوم العقوبة السالبة للحرية. هذه العقوبة السالبة للحرية هي جاءت أيضا في سياق كما تعلمون، يعني كان فيه العقوبات الغيبية والعقوبات الحاطة بكرامة الإنسان كقطع اليد وكالتشويه وتمثيل بالجسد الجاني غير أن هذه العقوبة السالبة للحرية التي جاءت مع عهد الثورة الفرنسية والحريات التي عرفتها هذه الثورة لم تعد تفي بالمطلوب منها. لذلك كان الفكر القانوني يعني سواقا إلى البحث عن وسائل أخرى وعن بدائل أخرى من أجل حل هذه المنازعات الجنائية التي تقوم بين الناس داخل المجتمع. الصلح كآلية من آليات معالجة الدعاوى الزجرية هي يعني ليست وليدة اللحظة، لأن الصلح إذا رجعنا إلى التشريعات القديمة وأيضا التشريعات السماوية وعلى رأسها الشريعة الإسلامية نجد في القرآن الكريم العديد من الآيات والكريمة التي تنص وتحرص على الصلح. منها قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يأتيه أجرا عظيما. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم شيئا أفضل من الصلاة وصلاح ذات البين وخلق حسن. ويقول الشاعر: إن المكارم كلها لو حصلت رجعت جملتها إلى شيئين: تعظيم أمر الله جل جلاله والسعي إلى إصلاح ذات البين. إذن فالتساؤل والارتباط الإنسان مع الصلح هو ارتباط قديم من أجل حل المشاكل. وحتى في الأعراف والتقاليد قبل القانون الوضعي ووضع قانون الجنائي، في أعرافنا وتقاليدنا هناك يعني عدد من الحالات التي كانت تحل فيها المشاكل والنزاعات بين القبائل وبين الأشخاص داخل نفس القبيلة عن طريق الصلح. إذن فهذا الموضوع، موضوع الصلح خاصة في المادة الزجرية، أرق منذ القدم المفكرين والفلاسفة. هنا يمكن أن نطرح السؤال عليكم الأستاذ الفاضل: هل اختياركم مثلا لهذا الموضوع أمرته فقط هذه المتغيرات التي أصبحت تعرفها الساحة الدولية، خاصة مع اتفاقية
أو توصيات مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، الذي قرر في إعلان فيينا في شهر أبريل 2000 استحداث خطط عمل وطنية وإقليمية ودولية من أجل حماية دعم ضحايا الجريمة وإعمال آليات الوساطة والعدالة التصالحية، بمعنى أنكم فقط لأن الموضوع أصبح الآن موضوعا استهلاكيا، أم أن هذا العنوان قد أوحاه لكم بحكم تجربتكم العملية أنتم والدكتور أيضا دريس الشبلي، من أن هذا المدخل، مدخل الصلح، هو مدخل رئيسي وأساسي من أجل يعني تجاوز المشاكل والصعوبات والسلبيات التي تعرفها الدعوة العمومية في حالتها الكلاسيكية. وللإجابة عن هذا السؤال ترتبط معه مجموعة من الإشكالات الأخرى. ما هو الصلح؟ لأن هناك كثير من الناس لا يعرفون المفهوم الحقيقي للصلح، فيختلف لهم مع الوساطة أحيانا وما هو دوره ومفهومه وخصائصه. ثم هل من هذا الصلح الزجري إذا تم تفعيله يمكن أن نحقق يعني ما هي المبررات؟ هل هناك ربح أو منفعة اقتصادية واجتماعية وأيضا عملية؟ لأن المحاكم الآن تعيش اكتظاظا كبيرا بسبب سلوك نفس المساطر الكلاسيكية. هل من شأن هذه الآلية أن تخفف عنا العبء الذي نعيشه والضغط الذي نعاني منه داخل مكان المحاكم؟ أيضا إن كان هذا السؤال يعني هكذا يبدو سهلا، فلماذا لم تحقق مسطرة الصلح، علما بأن تعديل ديال المسطرة الجنائية اللي عرفوا المغرب كان منذ 2003 بصدور المسطرة الجنائية الحالية القانون عدد 22/01. لماذا لم تأتي هذه الآلية رغم التنصيص عليها في إطار فصلين 41 و 49 في المسطرة الجنائية ورغم يعني ما هذا لم تأتي الغاية المنشودة منها؟ ثم ماذا عن الإحصائيات داخل المحاكم منذ سنة 2003 إلى سنة 2021، أي حوالي ما يقارب 19 سنة أو 18 سنة من الآن؟ ما هي الحاصلة؟ هل نجحت هذه الآلية في تحقيق المراد والغاية منها؟ إذا كانت الجواب سلبيا فلماذا لم تحقق هذه الغايات؟ ثم ما هو السبيل أو ما هي الوسيلة من أجل أن تكون هذه الآلية آلية ناجعة وفعالة؟ لا شك أن هذه الإشكاليات كلها قد تطرقتم لها في كتابكم الذي كان يعني عملة نادرة وأضاف لبنة مهمة للخزانة القانونية، لأنه بكل صراحة هذا الموضوع حتى في كتاباتنا لم نعطيه من الأهمية التي يستحقها. ثم إنه لا يمكن تحقيق هذا الصلح وهذه النجاعة إلا عن طريق إشراك يعني فعاليات أخرى. هل يمكن للدولة وحدها أو النيابة العامة وحدها أن تحقق هذه الغاية؟ هذه إشكاليات كلها أطرحها كتساؤلات، وأعطيكم الكلمة الأستاذ الفاضل وأعتذر إن كنت قد أطلت عليه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أيها المتتبعون الكرام، جد سعيد أن أتواجد رفقتكم في هذا البث المباشر، وأجد نفسي محرجا أن أتناول الكلمة في حضرة أستاذي الفاضل وأخي الذي أكن له كامل الاحترام، الإنسان المتواضع أستاذ الخو يعني، وأشكره على يعني قبوله أن يكون مرافقا لي في هذا اللقاء.
سبقني في الحديث في أشغال هذه الندوة العلمية متدخل سابق أشمل وأبدع وأتقن في مداخلته، ولم يترك لي سوى أن أقول إلا كما قال الشاعر العربي: لم يترك الذي مضى للذي قد أتى فضل علم سوى أخذه بالأطر، وأخذي بالأطر هو تزكية لكلام أستاذي الفاضل الأستاذ عزدي الخو. وأؤكد لكم ما سبق، وأنا جد سعيد بالتواجد معكم في هذا البث المباشر، وأشكر ودادية موظفي العدل على هذه الدعوة الكريمة، وأخص بالذكر أستاذي الفاضل وأستاذ جميع موظفي كتابة الضبط الأستاذ عبد الصادق السعيدي، الذي كان له الفضل الكبير في خروج هذا العمل المتواضع أو هذه اللقاء مع أحبتي كافة أطر كتابة الضبط الذين أحبهم في جميع ربوع هذه المملكة. كما أنها فرصة لأشكر كامل المتتبعين، وأشكر بالخصوص أستاذي الفاضل الأستاذ ريش شبلي الذي شاركني أو شاركته في هذا العمل المتواضع، فأنا أجد نفسي محرجا أن أتناول الكلمة في غيابه، لكن الضرورة للضرورة أحكام، وأقول له أنني أشكرك على الإيمان بفكرة إخراج هذا العمل المتواضع إلى حيز الوجود. كما أشكر كل المساهمين من تقنيين وأساتذة على هذا اللقاء. لا يخفى عليكم أيها المتتبعون الكرام ما لهذا الموضوع من أهمية بالغة، وبالتالي جاءت فكرة إخراج هذا العمل المتواضع انطلاقا من فكرة أساسية أنه لا يمكن تحقيق عدالة جنائية دون التفكير في بدائل للعقوبات. فعلى امتداد صفحات هذا العمل حاولت الحديث عن مؤسسة الصلح الزجري باعتبارها بديلا من بدائل الدعوة العمومية، وكذلك كونها آلية قانونية أوردها المشرع الجنائي في قانون المسطرة الجنائية دون تخصيص أي تعريف لها، وبالتالي أدى ذلك إلى تضارب آراء الفقه في تحديد مفهومها. كما قمت رفقة أستاذي الفاضل إدريس الشبلي ببيان شروط اللجوء إلى هذه المسطرة، سواء تلك الشروط الشكلية أو الشروط الموضوعية، لأن المشرع المغربي لم يحسن في تكييفها مما أدى إلى الاختلاف. كما حاولت أن أتطرق إلى إجراءات ممارسة مسطرة الصلح الزجري، حيث حاولت أن أحدد الجهات المتدخلة في هذه العملية. كما حاولت أن أبرز الإجراءات المسطرية التي تقوم بها النيابة العامة في إحالة هذه المسطرة أمامها، ومنها التأكد من الشروط الشكلية والموضوعية لإعمال هذه المسطرة. كما حاولنا من خلال هذه الدراسة المتواضعة الوقوف على أهم الإشكالات التي تعترض مسطرة الصلح الزجري، سواء تلك الإشكالات التي تعتري النص القانوني أو الإشكالات المرتبطة بالواقع العملي. وفي هذا الإطار حاولنا أن نعطي أهم الحلول الممكنة. هنا سأقف عن أهم الإشكالات التي حاولنا في هذا الكتاب الوقوف عليها، وحاولنا أن نقسم هذه الإشكالات إلى إشكالات الصلح على مستوى النص القانوني، وإشكالات على مستوى الواقع العملي. يعني بعد التطرق إلى الإجراءات الصلح في الدعوة العمومية، أي منذ انطلاقتها الأولى، أي ابتداء من تضمين ما اتفق عليه طرفي النازلة بالمحضر من طرف السيد وكيل الملك، ثم الإحالة على الهيئة المختصة للمصادقة عليه ومتابعة تنفيذ ما صدر من شأنه من أوامر. إن الإجابة عن هذه السؤال المركزي أو السؤال الذي تفرضه الضرورة هو: هل أوفت فعلا هذه المسطرة بالغرض التي صيغت من أجله؟
وبالكيفية التي لن تطرح معها أي إشكال حينما ستعرف طريقها إلى التطبيق على أرض الواقع. وللإجابة عن هذا السؤال لا بد الوقوف على أهم الإشكالات التي تعترض مسطرة الصلح الزجري، وبالتالي سوف أحاول الوقوف على أهم الإشكالات التي تعترض مسطرة الصلح الزجري فيما يخص النص القانوني. أولا، أول إشكالية تتعلق بمحضر الصلح الذي يتولى تحريره السيد وكيل الملك. فالنيابة العامة كما تعلمون تعد صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوة العمومية ومباشرتها، ولها ترجع صلاحية ملائمة المتابعة في استقلال تام عن الشخص المتضرر، والأساس هذا الاستقلال كون الجريمة تقع اعتداء على مصلحة المجتمع لا على مصلحة فرد معين بذاته. ومن يتمعن في المقتضيات المذكورة فلن يخرج إلا بفكرة واحدة، وهي إضفاء صفة وسيط على ممثل الحق العام. مهمته هو تلقي التصريحات واتفاق الأطراف، ثم يقوم بعدها بتضمينها في محضر لا حول له فيه ولا قوة، ما عدا الإمكانية الوحيدة المخولة له للتدخل في إعطاء أو عدم إعطاء موافقته كلما تبين له بأن موضوع الصلح يخرج عن دائرة من الدائرة التي أجاز فيها الصلح ذلك. هنا حبذا لو أن المشرع أبقى على الدور البارز الذي تلعبه النيابة العامة في الإجراءات لمسطرة الصلح الزجري، وهو ما جاء به في مشروع قانون المسطرة الجنائية، إضافة إلى كون وكيل الملك هو أول من يملك إمكانية السعي إلى السداد بين طرفين، فهو من يقوم باقتراح التدابير التي تشكل إطارا للصلح، ومن ضمنها تعويض من طرف الجاني بأدائه غرامة في حدود نصف ما هو مقرر قانونا، مع إمكانية تقسيط الغرامة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، والأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. هذا بالنسبة للمادة 41 من المشروع القانوني للمسطرة الجنائية. الإشكالية الثانية تتعلق بإشكالية طلب الصلح أثناء نظر الدعوى من طرف المحكمة. يعني بالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة 41 نجد المشرع المغربي ينص بصراحة على أنه يمكن للمتضرر أو المشتكي به قبل إقامة الدعوى العمومية، يعني لفظ قبل إقامة الدعوى العمومية. إذا السؤال، فهل إمكانية إبرام الصلح تبقى جائزة حتى بعد إقامة الدعوى العمومية وعرض القضية للنظر أمام المحكمة؟ هذه الحالة لم يتطرق إليها قانون المسطرة الجنائية، وتعتبر من بين أهم الإشكالات التي أغفل تضمينها خلافا لبعض التشريعات، وعلى رأسها المشرع المصري الذي جاء في قانونه الإجرائي الجنائي خصوصا في المادة 18 مكرر أن حق المتهم في التصالح لا يسقط بفوات ميعاد دفع الغرامة موضوع الصلح، ولا بإحالة الدعوى الجنائية على المحكمة، كما ألزم الأخيرة بقبول التصالح في الدعوى المعروضة. فأرى أنه ليس هناك أي مانع يحول دون تقدير الطرفين أو أحدهما طلب إلى المحكمة يلتمس من خلالها قبول الصلح الذي تم بينهما، وذلك إسوة بما يجري به في المجال أو الميدان المدني. بل أن لا مانع أيضا في قيام المحكمة بدورها في أن تقترح على الطرفين كلما كانت الدعوى منصبة على جنحة من الجنح التي أجاز فيها المشرع الصلح الزجري. هذا بالنسبة للإشكالية الثانية. الإشكالية الثالثة وتتعلق بميعاد تنفيذ حكم الصلح الزجري، وهي مسألة مهمة. إذا تم الصلح في الدعوى العمومية وصدر حكم عن المحكمة بأمر قضائي بالمصادقة عليه، فهل هناك ميعاد معين يجب على المحكوم عليه تنفيذ ما التزم به خلاله، وإلا سقط حقه في الاستفادة من الصلح؟ بالتالي نتحدث عن أجال تنفيذ ذلك الالتزام الذي تم يعني الاتفاق عليه بين الطرفين. الحديث عن تنفيذ
أو الأجل التنفيذ للصلح ذكر في مناسبتين حسب المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية. الأول في معرض الإشارة إلى أن أحد التدبيرين اللذين يمكن لرئيس المحكمة أو من ينوب عنه أن يضيفها في أمره القضائي بالمصادقة على ما اتفق عليه الطرفين، ومن بينها تحديد أجل لتنفيذ الصلح، الفقرة الخامسة من المادة 41. أما المناسبة الثانية هي التي جاءت عند الحديث عن إمكانية معاودة الإجراءات وإقامة الدعوى العمومية من طرف السيد وكيل الملك في حالة عدم تنفيذ الالتزامات التي صادق عليها رئيس المحكمة أو من ينوب عنه عند داخل الأجل المحدد. من خلال هذه المقتضيات التي جاء سالبة الذكر نستطيع الجزم بأن الجزاء الذي يترتب عن عدم تنفيذ الالتزام هو سقوط حق المحكوم عليه في الاستفادة من الصلح. لكن هل لهذا الأجل أمد أقصى؟ وما هو المعيار المحدد في تحديده من طرف المحكمة؟ هل ينظر فيه إلى نوع الجريمة وخطورتها، أم السند هو إلى مبلغ الغرامة المحكوم بها، أم إلى الظروف الاجتماعية الخاصة بكل متهم؟ هنا كان حاليا بالمشرع المغربي في صياغته للمادة 41 من قانون المسطرة الجنائية أن يبقي على ما جاء به في نفس المادة من المشروع، حيث خول لوكيل الملك أثناء التحرير لمحضر السداد أن يأمر بتقسيط الغرامة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر. وبالتالي هذا الإشكال اللي كان عندنا في عدم تحديد الأجل ديال تنفيذ الالتزام في المشروع ديال المسطرة الجنائية، يعني سيتم تفادي هذا الإشكال المتعلق بميعاد ديال تحديد الالتزام. هنا سوف أنتقل إلى الإشكالات على المستوى العملي، وهذه مسألة اللي مهمة، لأن أقول دائما بأن ليس في القيمة ديال النص القانوني. القاعدة القانونية هي متطورة، القاعدة القانونية خصوصا القاعدة القانونية المطورة هي متطورة، لكن في التنزيل ديالها إلى أرض الواقع هل ذلك التنزيل يكون صحيحا؟ هل الظروف الملائمة لتنزيله حاضرة؟ هل الموارد البشرية حاضرة؟ إلى غيرها. وبالتالي هنا لأن هذا العمل أستاذي الفاضل أو أحبتي الكرام، هذا العمل أو هذا الكتاب فإنه كان ثمرة ديال مجهود ديال 3 سنوات، 3 سنوات من العمل الدؤوب، وأنت تعرف ذلك أستاذي الفاضل من خلال الإحصائيات والوقوف على مجموعة من النقاط حتى يتسنى لنا فهم الدائرة، لأن أنا أعتبر هذه دائرة، لأن الصلح الزجري من أجل معرفته أو إعطاء حلول فيه خصك تكون قريب من المؤسسات المتدخلة فيه. وبالتالي كان لي الشرف أولا كون صديقي وزميلي الأستاذ الشبلي، فهو يمثل جهاز النيابة سابقا ويعرف الخبايا هذه المسطرة، كما أن مقدم هذا الكتاب اللي هو الأستاذ عز الدين الخو في القضاء الجالس. وبالتالي هناك واحد التنوع واحد التشاركية في هذا العمل. غادي نرجع للمسألة ديال الإشكالات العملية لمسطرة الصلح الزجري. وبالتالي إلا بغينا نوقفوا على واحد العمل ولا بغينا نوقفوا على واحد المسألة، خصنا نديروا دراسة، خصنا إحصائيات. هنا طرحتي واحد السؤال قلت يا أستاذ ما يعني الإحصائيات؟ هنا قمت بواحد الدراسة على امتداد 3 سنوات، خرجت بواحد، لأنني استفزتني واحد المسألة تتعلق بأزمة العدالة الجنائية. ما هي مسببات أزمة العدالة الجنائية؟ بالتالي بحثت في الموضوع ووجدت بأن من بين أسباب أزمة العدالة هو تراكم الملفات على المحاكم. وبالتالي قمت بواحد الدراسة بناء على الإحصائيات التي تنشرها وزارة العدل، ووصلت لواحد النتيجة بأننا إلا بغينا نصفوا الرائج في المحاكم خصنا 2 نغلقوا المحاكم باش نصفوا جميع الملفات ونبداو ازيرو. يعني هذه مسألة خطيرة من بين أسباب ديال أزمة العدالة الجنائية. وبالتالي فإن الحصيلة الميدانية لحالة الصلح في الخصومات الجنائية بالنسبة للقضايا البسيطة لا تسمح مطلقا بإصدار أحكام قيمية أو إجراء مقارنة عملية لنتائج تطبيقها،
ليس لعدم فعالية مسطرة الصلح الجذري أو محدوديتها، بل بكل بساطة للمعدل الضعيف للحالات التطبيقية. وتؤكد ذلك الإحصائيات الرسمية لحالات تطبيق مسطرة الصلح بمختلف المحاكم المغربية. فالنيابات العامة في غالبيتها لا تزال متشبثة بأسلوبها المحافظ كمجرد إطار مؤسساتي لتحريك الدعوى العمومية، ولم تستطع لحد الآن التأقلم مع الدور الجديد كمؤسسة لإجراء الصلح بين أطراف الخصومة الجنائية، أو على الأقل تحجم عن المؤاخذة في المبادرة في هذا الصدد. فالمسطرة كما تعلمون في أصلها هي جوازية، واتفاق الضحية والفاعل المجرم على الصلح يبقى غير ذي جدوى دون موافقة السيد وكيل الملك. ومن باب الإنصاف يتعين علينا الإشارة إلى أن أزمة تطبيق مسطرة الصلح في ظل العمل القضائي يجب أن لا تلقى حصرا على عبء مؤسسة النيابة العامة، إذ أن هناك معطى آخر ساهم بدوره في تكريس بوادر هذه الأزمة، وقصدنا هنا في ذلك ينصب إلى الإجراءات المسطرية المواكبة لمسطرة الصلح الجذري والطول ديالها والتعقيد ديالها. وبالتالي فالجدير بالذكر أن المشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي قلص إلى حد كبير من حجم هذه الإجراءات، إذ مكن مؤسسة النيابة العامة من أهلية تحريك مسطرة الصلح بتزامن مع صلاحية المصادقة عليها لتحوز بحجية وقوتها الثبوتية. بالتالي ديك المصادقة اللي كانت عند السيد رئيس المحكمة تم الإزالة ديالها في المشروع، وبالتالي السيد الوكيل الملك يعني أعطاه صلاحيات أكثر، وهذا فيه مسألة مهمة. الآن أكيد ملي كتكون عندنا المشاكل، ملي كتكون عندنا الثغرات، خصنا الحلول. ما يمكنش أنا ندير واحد الدراسة وما نعطيش حلول. أنا حاولنا أنا والأستاذ الفاضل الأستاذ إدريس الشبلي أن نقترح بعض الحلول، نتمناو من مشرعنا المغربي يعني الأخذ ولو بها أو إخضاعها للتحليل. يعني تحدثنا فيما سبق عن أهم الإشكاليات العملية والقانونية التي تحول دون التطبيق السليم لمسطرة الصلح الجذري، وهي إشكالات رغم حدثها إلا أنها قابلة للتقويم والمعالجة. بالتالي هذه الإشكاليات اللي تكلمنا عليها راه قابلة للمعالجة، ماشي شي حاجة اللي ما يمكنش. إمتى كيكون عندنا الإشكال هو أننا عندنا إشكالات وما عندناش الحلول ديالها، ما نقدرش الحلول ديالها. بالتالي هذه الإشكالات يمكن أن نعالجها. هنا كنقترح أولا أن نجعل مسطرة الصلح الجذري من النظام العام. كأول مقترح هو جعل مسطرة الصلح الجذري من النظام العام. كيف ذلك؟ إن أول حل يمكن اقتراحه في هذا الصدد هو جعل مسطرة الصلح الجذري من النظام العام. ذلك أنه كما أشرنا سابقا أن إحجام بعض النيابات العامة وحتى بعض النواب داخل نفس المحكمة على اللجوء إلى تفعيل مسطرة الصلح الجذري، فإن هذا الإشكال يمكن تجاوزه بإقرار وجعل اللجوء إلى مسطرة الصلح الجذري من النظام العام، ينتج عن عدم سلوكها من طرف عضو النيابة العامة عدم قبول المتابعة، كما هو عليه الأمر في المادة الاجتماعية والأسرية. وبالتالي عند الفشل ديال أو رفض الأطراف الصلح الجذري يشار إلى ذلك في صك المتابعة. المسألة الثانية أو الاقتراح الثاني أو الحل الثاني هو تدعيم المحاكم بالموارد البشرية الكافية، وهذا مسألة مهمة لأن ما يمكنش ننجحوا أي حاجة إلا ما كانش عندنا الموارد البشرية. إذا كانت الصياغة التشريعية للقاعدة القانونية تلعب دورا أساسيا في تحقيق هذه القاعدة لغايتها، حيث يكون متاحا متى توفرت صيغة سليمة وواضحة، فإن الدور ديال العنصر البشري أستاذي الفاضل يسهر على تطبيق القاعدة القانونية. يعني لا يمكن إغفال هذا الدور المهم الذي يلعبه العنصر البشري. هذا العنصر الذي يشكل إحدى العيوب والعراقيل التي تحول دون الوصول إلى الجودة المبتغاة في حقل القضاء المغربي بصفة عامة. وهنا نقترح، لأن دائما كتكون حلول خصك تقترح، نقترح حلا آخر في هذا الصدد يكمن في إعطاء مسطرة الصلح الجذري الدور الذي تستحقه، وذلك بتبني خطة عملية تهدف إلى تكوين بعض قضاة النيابة العامة تكوينا يلائم هذه المهمة النبيلة، يعني التكوين في إطار التوعية بهذه المسطرة. كما يعني مسألة مهمة
أو الاقتراح الثالث يتعلق بتأهيل الموارد البشرية. تكلمنا على تدعيم المحاكم بالموارد البشرية، دابا تأهيل تلك الموارد البشرية عن طريق القيام بدورات تكوينية. إذا كنا قد تحدثنا في النقطة السابقة عن ضرورة الاهتمام بالجهاز القضائي وتدعيمه بالكفاءات الكافية، فإن ذلك وحده لا يكفي، بل يلزم تأهيل ديالو، خاصة منهم قضاة النيابة العامة، ولما تبادل التجارب مع الدول المتقدمة في هذا الشأن. وبالتالي هنا كذلك وزارة العدل تلعب دورا مهما في تنظيم دورات تكوينية للقضاة والأسرة التي تسهر على هذه المسطرة. وقد خلصنا من كل ما سبق أن الصلح الزجري يدخل ضمن بدائل الدعوة العمومية، التي هي إرث كما قلت أستاذي الفاضل إرث تشريعي مأخوذ من قوانين أجنبية يرجع تاريخها إلى عهد القديم، يتسم بقلة الشكليات في الإجراءات ومسايرة للعمل القضائي. إذن الغاية من هذه الدراسة أستاذي الفاضل هي كانت الوقوف عن الطبيعة القانونية لمؤسسة الصلح الزجري وعرض إجراءاتها لإبراز ما يكتنفها من ثغرات قياسا بالتشريعات الأخرى كالمشرع الفرنسي والمشرع المصري. وبالتالي ألهمتنا مختلف النتائج التي استعرضناها آنفا، توصيات واقتراحات نوجهها إلى المسؤولين عن السياسة التشريعية ببلادنا لعلها تساهم في إعطاء هذه البدائل الدور الذي يجب أن تؤديه كآلية قانونية حديثة في السياسة الجنائية المعاصرة، وذلك على الشكل التالي. بالتالي هنا أجيبك على واحد السؤال اللي طرحتيه، شنو هما المقترحات ولا شنو هما الحلول. هنا نقترح أستاذي الفاضل من خلال هذه الدراسة من أجل إنجاح هذه المسطرة، أولا نقترح ضرورة توعية المواطنين بمزايا سلوك بدائل الدعوة العمومية ومنها الصلح الزجري، ذلك أن خضوع المواطنين المخاطبين بالقاعدة القانونية واقتناعهم بفعاليتها من أسباب نجاح أي قاعدة قانونية. لذلك من الواجب القيام بحملات واسعة النطاق ترمي إلى بعد الثقة في نفوس المغاربة بمزايا وأهمية مصطلح الصلح الزجري، وكذا تحسيس الرأي العام بأهمية العدالة التصالحية. نقترح إدخال الضابط القضائية في مسطرة الصلح الزجري، وذلك بحثهم الأطراف على سلوك مسطرة الصلح الزجري لما فيه خير الطرفين معا، لا سيما أن الضابط القضائية في الغالب هي أول من يطلع على مجريات النزاع وفحواه وأقرب إلى عموم المواطنين ولهم تأثير بالغ عليهم. الاقتراح الثالث، يجب على الجهة المعنية أي النيابة العامة أن تجعل المصادقة على محضر الصلح الزجري رهينا بتنفيذ الالتزام حالا. بالتالي أثناء تضمين محضر الصلح الزجري يجب على السيد وكيل الملك أو النائب ديالو أن يفرض على المعتدي يعني وضع تلك الغرامة في صندوق ديال المحكمة، بحال اللي كنديروا في المسألة ديال الكفالة. ملي كنقولوا الكفالة كنخرج بنفس الصيغة، هنا غنضمنوا بأنه سيوفي بذلك الالتزام. المسألة الثالثة الرابعة هي تدعيم الجهاز القضائي بالكفاءات الكافية وتأهيلها للقيام بدور الصلح الزجري من خلال عقد ندوات وتنظيم دورات تكوينية، بالإضافة إلى وضع الثقة في هذا النظام الصلح الزجري. بالتالي خصنا نوضعوا فيه الثقة، لأن نحن ما يمكنش إذا أتساءل أنا ما الجدوى من وضعه، خصنا نعطوا فيه الثقة ونوفروا له جميع الآليات من أجل النجاح ديالو. الاستفادة من تجارب الدول التي نجحت في تنظيم بدائل الدعوة العمومية في تشريعاتها. وفي الأخير أقول بأن هذا الجهد المتواضع الذي بذلناه أنا وأستاذي الفاضل من أجل خروج هذه الدراسة بهذه الصورة ما هو إلا جهد المقل، كما أن النتائج التي توصلنا إليها تحتمل الخطأ والصواب مثلها مثل باقي الدراسات الإنسانية، وعذرنا في ذلك أننا اجتهدنا وتحرينا الدقة والصدق ما استطعنا، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شكرا أستاذي على هذه الاستضافة، وأنا راهن الإشارة الأحبة عن أي سؤال في هذا الموضوع. لا أدري كيف حضرني بيت لشاعر من شعراء العرب يقول: وكنت إذا ما جئت ليلة أزورها تطوى لي الأرض ويدنو باعدها من خطرات
أهلها ومن خطرات بيضها. تمنيت كلما انقضت أحدثة لو تعيدها. فأيضا أنا رغم أنني قرأت الكتاب بتمعن قبل أن أقدم له، ورغم كلمتكم التي قدمتم الآن وكيف قدمتم كتابكم جعلتني كأنني يعني أقرأه لأول مرة وأتفاعل معكم. كما سأحاول التفاعل مع مجموعة من التساؤلات التي طرحها مجموعة من الإخوان المتتبعين. الأستاذ الفاضل نور الدين الحاج يقترح في هذا المقام من أجل تجاوز هذه المعضلة ديال عدم نجاح هذه الآلية توسيع النطق أو توسيع نطاق الصلح، وأيضا توسيع الأطراف المتدخلة. ونفس الشيء أشار إليه الأستاذ سيد أحمد حسيني، يقترح بإعادة النظر في النص القانوني، وأيضا بالنص على إمكانية إجراء الصلح في جميع مراحل الدعوة. أثرتم في مداخلتكم مسألة مهمة، وهي مسألة التنصيص على الصلح. للأسف الشديد قبل تحقيق الأمن القضائي لا بد من تحقيق الأمن التشريعي، بمعنى أن هناك إشكال في النص إذا لم يكن واضحا فتتعدد قراءته، وبالتالي كما قال أحد الفقهاء إذا اختلفت الآراء حول ماهية نص قانوني اهتزت ثقة المتعاملين به، خاصة فيما يتعلق بالنصوص المصدرية. أعتقد أنكم أشرتم وأشار أيضا المتدخلون إلى أنه يتعين إعادة النظر في النص المنظم للصلح كما هو مشار إليه في وتفضلتم في إطار مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي نتمنى له ولتنظيم القضاء والقانون الجنائي أن يرى النور، هذه القوانين كلها أن ترى النور في القريب العاجل. كيف السبيل إلى وضع الثقة في الصلح؟ أشرت في بداية توطئتي إلى كون الصلح له تغلغل داخل العلاقات وداخل المجتمع المدني. أشير بالمناسبة إلى أنه في 2007 كانت الذكرى الخمسينية لتأسيس المجلس الأعلى للقضاء اللي هو محكمة النقض حاليا، وكنت حينها رئيسا للمكتب الجهوي للولادية الحسن بالعيون، وكان موضوع الندوة المقررة للعيون هو الصلح والتحكيم الوسائل البديلة لحل المنازعات. بحثت عن عقد كنت قد احتفظت به من تلك الفترة لكنني لم أجده مع الوثائق، ويتعلق الأمر بعقد صلح أبرمه أحد القضاة المملكة الشريفة المعين بمقتضى ظهير من السلطان مولاي الحسن الأول، وقد أجرى صلحا في نزاع حول مراعي في نزاع ما بين قبيلتي رقيبات وقبيلتكم أيتوس. فليس غريبا عن ابن قبيلة أيتوس اللي هو الأستاذ فيصل قرمات أن يكون ميالا إلى الصلح. وفي أعراف وتقاليد أهل الصحراء الشيء الكثير والقصص والروايات الكثيرة من الصلح، من حل المنازعات الصلح. وجدت صدفة هنا دراسة تتعلق بديوان قبيلة أيتوس المسمى قانون أيت 40، القانون ديال أيت 40 فيه مجموعة من النصوص القانونية. لأن مشكلنا نحن دائما أننا نفكر بعقلية مزيان. أنا لست ضد اتفاقيات المواثيق الدولية، ولكن عندنا في شريعتنا وفي أعرافنا وفي تقاليدنا الشيء الكثير مما نحتاج إلى أن نخرجه وأن نعتز وأن نفتخر. أقول أن هناك كانت يعني قوانين أو مدونات قبلية، كان هو اللي هو مكتوب واللي هو غير مكتوب. فبحال هذا الديوان ديال قبيلة أيتوس قانون أيت 40 فيه مجموعة من القواعد ومن المساطر التي تسعى إلى حماية حق الضحايا عن طريق تعويضهم وجبر الضرر. الآن يتحدث الفكر القانوني عن لا فيكتيمولوجي أو علم الضحايا. احنا سباقين له وسباقين عندنا الحمد لله، ولكن العيب فينا دائما أننا نستورد أشياء خارجة، يعني خارج بيئتنا، والحال أن في بيئتنا أشياء كثيرة.
من أجل الثقة في الصلح لا يمكن أن نثق في نص قانوني دون أن نهيئ له في وجهة نظري قد أشرتم إليها، لأن العدالة الآن لم تصبح شأنا يهتم به فقط ناس ديال القضاء، بل أصبحت شأنا مجتمعيا. ومن الإشكالات التي عانت منها العدالة الجنائية في شكلها الكلاسيكي هو احتكار الدولة ومؤسسات الدولة للعدالة الجنائية بصفة عامة. فبالرجوع للدستور الذي نعتز الدستور المغربي الحمد لله دستور رائد ومتقدم جدا، نجد بأن المجتمع المدني الآن أصبح له دور أساسي. فهذه الثقة التي من أجل أن نضع الثقة في النصوص القانونية فيجب يعني إذكاء ثقافة التصالح بين الناس على خلاف ثقافة التنابز وثقافة التشهير وثقافة الانتقام وثقافة وما نراه الآن على مواقع التواصل الاجتماعي من غل ومن فهذه الأمور كلها لن مهما تجيب نصوص قانونية تكون كيفما كانت فلن تؤتي أكلها ما لم تكن هناك تضافر جهود مجموعة من الفعاليات داخل المجتمع ما فيها المؤسسات الرسمية. أقصد هنا وزارة التربية سبق التعليم، التربية الوطنية والتعليم، هذا ربي هو الأول. مسألة التربية داخل فيها هذه القيم. مشكلنا الآن أننا نعاني ليس فقط من أزمة عدالة جنائية بقدر ما نعاني من أزمة قيم، لأن الصلح كقيمة كما أشرنا سواء في القرآن الكريم ولا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بالمعروف وصدقة ديال الناس، وأيضا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفي العام المأثور يعني يجب علينا أن نعود إلى تراثنا وأن ندخل هذه المبادئ وهذه القيم في السنوات الأولى من التدريس. وزارة الثقافة في أنشطتنا في التلفزة، لأن الإعلام أيضا يلعب دورا كبيرا. الإعلام ديالنا مع احترامي الشديد للإعلام، فالإعلام الآن في من المسائل ديال اللي ممكن تجيب هذاك السبق، ولكن أيضا يجب على الإعلام أن يعرف بالمصادر التي وقع فيها الصلح مع مرنين. من الناحية العملية منذ سنة 2003 إلى الآن أشرت إلى وجود إحصائيات تتعلق بالدعاوى العمومية. كنت أريد أن أسمع إحصائيات تتعلق بالصلح الأستاذ الفاضل، لأنه واحد الوقيته لا أخفيكم سرا كنا كنفتحوا السجلات أنا عبيد ربه منذ سنة 2003 قضايا الصلح لا شيء. واش المشكل ديال النيابة العامة؟ أكيد لا، انه الزملاء ديالنا كيبذلوا مجهودات في الدراسه ديال الملفات وفي هذا ونحن قضاة سواء كنا في النيابه او في الرئاسه بتوبه الضبط الله يجازيهم بخير حتى هما كذا. فين كاين الاشكال؟ اولا لا يمكن ان نعالج اليه الصلح ونحققوا الان اهداف منها بنصين يتيمين، بحال كما هو الاشكال عندنا في الاعتقال الاحتياطي. دابا عندنا الاشكال ديال الاعتقال الاحتياطي منذ سنوات، من نهار عقلت على راسي تنقرا في القانون اشكال الاعتقال الاحتياطي اللي كيسمعوا الناس الاعتقال الاحتياطي كنجيو كنلقاوه في فصل فريد ويتيم 159 اللي تيقول لك بانه المراقبه والوضع تحت المراقبه والاعتقال الاحتياطي تدبيران استثنائيان، واللي هما تدبيران استثنائيان ولا الصلح حتى هو، لانه يجب ان تكون هناك نصوص قانونيه واضحه تكفل يعني النجاعة ديال هذه النصوص القانونية. فعلا إن كما يقول مثل روماني للوضع سكي لي بيرسون لي مين اون اكزيكسيون، فالقيمة القوانين هي من قيمة الأشخاص الذين يطبقونها. الكفاءة المغربية متوفرة والحمد لله. نعرف أن المغاربة اللهم ولك الحمد، هذا نقولها ماشي غرورا ولكن اعتزازا بقضاتنا وبموظفينا، ولكن المشكل فين كاين؟ والكلام ليس لي ولكنه لفضيلة السيد وزير العدل الأستاذ مصطفى الرميد، اللي هو مشكور على المجهود الجبار اللي قام به في إطار منظومة إصلاح العدالة. قال كلمة مهمة: إن العدالة بثمن. يشكل خطاب صاحب الجلالة ل 20 غشت 2009 حقيقة أنا ما زلت أضعه أمامي، لأنه بالنقاط المنصوصة عليه كخارطة طريق لإصلاح منظومة العدالة. ماذا جاء في الخطاب الملكي السامي؟ يقول فيه بأنه للتصدي لما يعانيه المتقاضون من هشاشة وتعقيد وبطء العدالة
وهو ما يقتضي تبسيط وشفافية المصادر والرفع من جودة الأحكام والخدمات القضائية وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم وتسريع وتيرة معالجة الملفات وتنفيذ الأحكام. هل ترون معي أن الصلح يمكنه أن يجسد لنا يعني هذه المتطلبات المنصوص عليها سواء في معالجة الملفات السرعة؟ تعتقدون على أنه يمكن فعلا أن نحقق هذه خارطة الطريق ولو في جزء منها عن طريق هذا الصلح؟ شكرا أستاذي الفاضل يعني على هذه المداخلة القيمة. وهنا سوف أجيب بأحد الخطابات جلالة الملك نصره الله حينما قال أنه مهما سخرنا من موارد بشرية لإنجاح أي منظومة بشرية فلا يمكن إنجاحها إلا بضمير مسؤول. نسطر على الضمير المسؤول شنو هو. من نهار اللي غنعرفوا الضمير المسؤول غنحلوا جميع الإشكالات. أنا يعني اجتهاد، هذا عندي واحد الاجتهاد نحاول نفكك شنو هو ذاك الضمير المسؤول. يعني كما تعرفنا في الجهاز النفسي ديال الإنسان هناك 3 أجزاء اللي كتحكم فيه. كاين الأنا وكاين الأنا الأعلى وكاين الهو. 3 أجهزة. الهو هو ديك المنطقة ديال الرغبات، والأنا هو ذاك الجانب الواعي في الإنسان، والأنا الأعلى هو ذاك الحكم الفاصل في اتخاذ القرارات. إذا أنا بغيت ندير واحد الحاجة شكون اللي كيتدخل فيها؟ هو ذاك الأنا الأعلى، هذا هو الحكم. وبالتالي ذاك الضمير المسؤول خص أي واحد يكون عنده الأنا الأعلى. بالتالي أي مسؤول في واحد المسألة، واحد المنصب ولا في واحد المسألة خصو يدير ذاك الدور ديالو. هذه واحد المسألة اللي غتعالج لنا هذه الأزمة. بالإضافة إلى المسألة اللي شرتي لها قلتي أن النصوص القانونية، أستاذي الفاضل النصوص القانونية ديالنا فهي جد 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 متطورة وسطروا عليها. الإشكال الذي يقع إلينا هو ذلك الاقتباس من الدول اللي كاين حدانا. من فرنسا كنجيبوا واحد النص قانوني من دولة أخرى وكنبغوا نلبسوه لينا ولا نسقطوه على البيئة ديالنا. هذا لا يمكن. ففرنسا عند صياغتها لقاعدة قانونية ملائمة يعني كتدخل ليا كتشرك ليا جميع المتدخلين في صياغه واحد القاعده التي تتلائم مع البيئه ديالنا. حنا كنجيبوا ديك القاعده كنبقاو امام امرين واقعيين: اما نصبروا على هذه المساله اللي جبنا واحد 10 سنين ونزيلوها نحيدوها، او لا نغيروها من الاول. وبالتالي ما كنلقاوش ديك المردوديه ديالها. هنا شرطي واحد المساله ديال الاحصائيات ديال الصلح الجذري. انا اثناء القيام ديالي بهذه المساله كنت ابحث عن احكام في المساله قليله نادره وجدتها. بعض الاحكام وجدتها في مدينه السماره. يعني القله ديال هنا كاين واحد اذا علاش بنا الحلول كما شرت لها هي حلول مشتركه. يعني حنا عطينا الارضيه، حنا هذا مجرد نقاش، لان هذا النقاش اللي فتحنا اليوم هو على اساسه يمكن يبان مجموعه من الحلول التي سيتم ضمها والجمع ديالها من اجل الوقوف على اهم الاشكالات. وبالتالي اقول على ان هذه المؤسسه وشرطي واحد المساله مهمه استاذ، يعني وجود لو ترون معي انا كذلك اتساءل معك نصين، هل نصين كافيين لتاطير هذا الصلح الزجري؟ لان لا يعقل. بالتالي نتمنى من المشرع انه في قانون المسطره الجنائيه يضيف فصول التي تساعد على نجاح هذه المؤسسه، وبالتالي حتى اكون ضيف خفيف على المتتبعين، واحتراما للوقت المخصص للندوه. يعني انا مستعد للاجابه على اي سؤال. مرحبا استاذ الفاضل. شكرا الاستاذ. الحديث معكم عذب وذو شجون، والموضوع ايضا موضوع له تداعياته وله يعني اهميته وستبقى له اهميته. أؤكد وأشير على أن الحمد لله عندنا في الثقافة ديالنا، عندنا في الموروث ديالنا الشيء الكثير. وكما قلت لك كنت كنبحث غير عن سبيل هذا كذا، فوجدت لم أجد شيئا يتعلق بالتنفيذ الزجري، ولكن وجدت هذا الكتاب وكنت قد استنسخته في الفترة التي هو مكتوب بخط اليد القديم. هذا سجل من سجلات الأحكام الشرعية الصادر عن المجلس الأعلى للشرع الإسلامي بولايتي
إفني والصحراء، وهو مؤلف بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1942. هذا الكتيب هذا راه كاين في اللي بغى يقلب ويبحث، لقيته انايا في مركز قاضي المقيم بسيدي إفني. وهناك العديد من هذه الوثائق هذه، كما أشرت العقد اللي كان تبرم ما بين قبيلة الرقيبات وقبيلة توسا، فيه قضاة أجلاء وفقهاء ممن أبرموا الصلح، وحري بنا ونحن نبحث في قوانيننا ونقارنها بقوانين الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، أن نستخرج شيئا من تراثنا وأن نتصالح مع هذا التراث. ففي التصالح معه منافع كثيرة وقواعد جمة يمكنها أن تكون لها التأثير والفضل الكبير من أجل تحقيق عدالة جنائية وعدالة ناجعة فعالة كما أرادها القاضي الأول صاحب الجلالة لمواطنيه. أستاذ فيصل قرماط، كلمة قبل الختم. يعني نسيت من نهنئك أستاذي الفاضل بحصولك على شهادة الماستر. يعني هنيئا لك ومزيدا إن شاء الله من التفوق والنجاحات إن شاء الله. يعني أشكر جميع من ساهم ومن حضر لهذا اللقاء العلمي، وعلى رأسهم الأستاذ الفاضل السيد عبد الصادق السعيدي الذي أهدي له هذا الكتاب أو التوقيع ديالي على المباشر. يعني غادي يوصلوا ان شاء الله كما وصل السيد وزير العدل، غادي يوصلوا ان شاء الله في اقرب الاوقات. شكون هذاك؟ الاستاذ عبد الصادق السعيدي؟ الاستاذ عبد الصادق السعيدي، بالاضافه الى الاستاذ المشرف على محفوظي، الاستاذ احمد المحفوظي. لا هو غادي يوصلها. انا سجلنا قبل الحلقه قلت راه غنصيفط لك لا الكتاب. غنصيفطوا لي، غنسجلها لك. لا غنصيفطوا لي استاذ. يعني كتابه موجود وسوف يصل الى مدينه خريبكا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. يعني كما يعني اشكر الجميع، اشكر زملائي بالمحكمه الابتدائيه بإيمين تانوت الذي انا جد سعيد بالتواجد معهم. اشكرهم يعني واحد بواحد، وجميع المكونات ديال المحكمه، وعلى راسهم السيد رئيس المحكمه السيد محمد هيثماد. يعني السيد دائما الذي نجده شغوفا بالبحث العلمي ومساندا لنا في جميع المحطات. اشكر كل واقرن سلامي لهم ايضا ان شاء الله، مع سلامك للجميع ان كان وكيلا وللجميع. الجميع على هذه المساله. هنا فقط تربطني علاقه وطيده بوداديه موظفي العدل. اولا بالانتماء ديالي لهذا الجهاز، ثانيا بالغيره ديالي على هذا الجهاز، ثالثا بالظروف التي يعني تحيط بها، خصوصا الدعم المستمر من السيد رئيس الوداديه السيد عبد الصادق السعيدي. يعني لن افصح على مساله واحد المشروع اللي ان شاء الله هو مشروع كبير. يعني هذا الشيء بغيت نسولك، بغيت نطرح عليك واحد السؤال قاطعك. نقول لك اعرف انك خزان المواهب، انت خزان مواهب، هذا جزء من مواهبك. ما هي مشاريعك ان شاء الله؟ انا عرفت الطموح ديالك تبارك الله. شكرا استاذ الفاضل. يعني كما قلت هناك عمل كبير، يعني سوف ان شاء الله يربطني باستاذي الفاضل بصفه عامه بالوداديه الموظفي العدل، وخصوصا بالاستاذ عبد الصادق السعيدي، وبشراكه مع المركز الوطني. يعني انا لن افصح على هذا العمل ان شاء الله اللي غادي سوف يرى النور. نخلي غير لينا زعما حنايا. نعم شوف السر المهني ان الصلاحيه كتبقى عند الاستاذ، سنتتبعك ان شاء الله. يعني هذا مساله اخرى. المساله الثانيه، هناك عمل مشترك رفقه استاذي الفاضل ادريس الشبلي، يعني واحد المؤلف يتعلق بمستجدات التنظيم القضائي لمشروع التنظيم القضائي، يعني في اخر الامطار ديالو ان شاء الله. كما ان هناك مؤلف ان شاء الله يتعلق بمؤسسه الاحداث، يعني هذه المؤسسه التي تستحق الفحص. واقول ساختم بابيات شعريه، واقول: كل مؤنث جميل، فالقاعده القانونيه هي مؤنث، يجب ان تداعبها تغازلها، عسى ان تبوح لك بالسر من اسرار. هكذا النص القانوني، يجب ان تحلله، تنظر اليه، تطرح اشكالات من اجل معرفه الخبايا التي من اجلها وضع. اشكركم جميعا، اشكر المتتبعين الكرام،
أشكر من هذا المنبر الوالدة ديالي التي تتابعني على المباشر، وأقول لها طول عمرها. أنني أحبك تاعك برداه. وأتمنى لك الشفاء العاجل. طيب تاعك برداه. تحياتي السيد الفاضل. شكرا للأستاذ فيصل قرمات، والشكر أيضا موصول للسيد رئيس ولادية موظفي العدل، وللأستاذ الفاضل أحمد المحفوظي، ولجميع أعضاء وأطر وموظفي ولادية العدل. شكرا جزيلا لكم، ونتمنى أن تتاح لنا فرصة التواصل معكم. والشكر أيضا موصول لجميع المتتبعين في هذه الحلقة ممن شجعونا بأسئلتهم وبتفاعلهم، وحياكم الله، وإلى فرصة لاحقة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.